مرحبا، أنا الدكتورة سوداء كمبارام، استشارية أولى في أمراض الكلى للأطفال في مستشفى أبولو للأطفال في تشيناي. المشكلة الشائعة اللي نواجهها في ممارستنا اليومية هي التهاب المسالك البولية، والشكوى الأكثر شيوعًا من الأهالي هي إن طفلهم يعاني من كثرة التبول، ويحس بحرقان أثناء التبول، وكمان يعاني من التبول الليلي في الفراش. فكيف نقدر نحل هذه المشكلة؟ وهذا الشيء غالبا نشوفه عند الأطفال الأكبر سنا هذا الأيام، لأنهم يمسكوا البول لفترة طويلة بسبب انشغالهم بألعاب الفيديو أو الجلوس قدام التلفزيون لفترات طويلة، أو أحيانا بسبب بعض الأمور الاجتماعية أو الإحراج، ما يروحوش الحمام في المدرسة ويمسك البول حتى لمدة 8 ساعات متواصلة، وبسبب إنهم مش حابين يروحوا الحمام ما يشربوش كمية كافية من الماء. طيب كيف نقدر نتغلب على هذا الموضوع؟ أول وأهم شيء هو النوم بدري والصحيان بدري. لازم يصحوا بدري ويكون عندهم وقت كافي عشان يجهزوا نفسهم للمدرسة. لازم ما يكون عندهم إمساك. لازم يقضوا حاجتهم في الصباح قبل ما يروحوا المدرسة. وكمان في المدرسة لازم يتبولوا بشكل كافي على الأقل 2 إلى 3 مرات، وكل 3 ساعات لازم يتبولوا مرة لما يكون في البيت باستثناء وقت النوم. والشيء المهم الثاني هو إنهم لازم يشربوا كمية كافية من الماء، وكمان يتبعوا نظام غذائي غني بالألياف زي الخضار والفواكه، ويتجنبوا الأكل الغير صحي أو الوجبات السريعة. هذا فعلا بيساعدهم يتغلبوا على الإمساك وكمان مشاكل التبول. فلما يتغلبوا على هذين المشكلتين، أعراض الجهاز البولي السفلي اللي نسميها اضطراب الأمعاء أو المثانة بيقدروا يتغلبوا على هذه المشكلة.